ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده وصفه حلوه جدا جدا هتعجبكم قوي. نعمل النهارده المرق اليمني. بجد طعمه يعني مش عايزه اوصف لكم طعمه عامل ازاي. طعمه حرفيا تحفه جدا. وكمان شكله يا جماعه شكله حلو قوي، وطعمه يعني انا ما كنتش متخيله ان طعمه حلو كده. طعمه جميل جدا جدا. شايفين الشوربه بتاعته؟ يعني شايفين شكلها عامل ازاي، وطعمها بقى طعمها يعني كان تحفه. الناس اللي بتحب صوص الديمجلاس هي احلى كمان من صوص الديمجلاس بجد يعني. حرفيا طعمها جميل جدا، ممكن نشربها كده مع اللحمة. يعني انا هنا كنت باخد بدوقها. يعني مش عايزه اوصف لكم، خدتني في حتة تانية خالص، يعني طعمها لا حلو قوي قوي. هيعجبكم قوي بجد، اتمنى ان انتوا تجربوها. يلا بينا نخش على الطريقة على طول عشان ما اطولش عليكم. اول حاجة هنجيب الحلة بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها ونحط المادة الدهنية اللي احنا حابينها. انا هنا استخدمت سمنة. اهم حاجة نتأكد ان السمنة بتاعتنا بقت سخنة زي ما انتوا شايفين كده، يعني مينفعش نحطها على مادة دهنية باردة. وبعد كده هبتدي انزل ببصلاية مفرومة في الكب او متقطعة قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. تمام. وبعد كده هننزل بطماطمتين صغيرين، عدد 2 طماطم صغيرة عليهم. بصوا يعني انا ما خليتش حاجة تاخد لون يعني. انا بحط كل الخضار مع بعضه اللي هو البصل والطماطم. وبعد كده هبتدي انزل باللحمه بتاعتنا اللي احنا مقطعينها مكعبات. بصوا الوصفه دي ممكن تعملوها زي ما انتوا عايزين، يعني ممكن حابين تعملوها بلحمه غنم، اوكي، ممكن حابين تعملوها بالفراخ برضه مفيش مشكله. انا هنا بنزل باللحمه بتاعتي على الخضار. انا مش بدي اي لون للخضار، انا عايزه اشوح كله مع بعضه، اللحمه مع البصل مع الطماطم. مش عايزه اوصف لكم بجد ريحته عامله ازاي. وبعد بقى ما قلبنا الكلام ده كله مع بعضه هنبتدي ننزل بالتوابل بتاعتنا. نص معلقه صغيره من كل اللي هقول لكم عليه. فلفل اسود، كمون، كاري، كركم، بابريكا، توم باودر، بصل باودر. تمام. وملح طبعا، الملح طبعا مش نص معلقه صغيره، يعني ممكن معلقه، معلقه ونص كده صغيرين على حسب ما انتوا بتحبوا الملح في الاكل يكون عامل ازاي. ونقلب بقى كل الكلام ده زي ما انتوا شايفين كده، نقلب التوابل مع اللحمة والخضار حلو قوي. بصوا بقى، المفروض الوصفة دي اساسيها بصل اسود. انا ما كانش معايا متاح البصل الاسود، فقلت لا هعملها عادي ببصل بودر. وانا هقول لكم بعد كده هنغمق اللون بتاعها ازاي. هنسيبها كده مع بعضيها، اللحمه اوريدي هتنزل كده ميه بتاعتها زي ما انتوا شايفين، هغطي عليها واسيبها لحد ما تتشرب الميه بتاعتها دي كلها. بعد ما هي شربت المية بتاعتها كلها ضفت لها كوبايتين من المية. يعني اللي انتوا شايفينهم دول كوبايتين 2 من المية، احنا مش عايزين نحط مية كتيرة، احنا مش عايزين نسلق اللحمة بتاعتنا. وهسيبها برضو اغطيها لحد ما تتشرب المية بتاعتها. هنا بقى انا عايزه اغمق اللون، يعني بديل البصل الاسود عملت ايه؟ رحت حاطه وفي نفس الوقت بتدي طعم حلو جدا جدا. حطيت معلقتين كبار من الصويا صوص. شايفين بمجرد ما حطيت المعلقتين يعني اللحمه بقت غامقه ازاي. وعايزه اقول لكم فرقت جدا جدا في طعمها. ده كله احنا حاطين كوبايتين الميه بس. وهسيبهم اغطي عليه واسيبهم لحد ما تشربهم خالص. هنا التكه اللي احنا بنعملها ان احنا ما بنضيفش ميه كتير، يعني بنضيف ميه قليل بقليل. انا هنا اول مره اعتمدت على الميه اوريدي بتاعه اللحمه، وبعد اللي هي نزلتها وبعد كده حطينا كوبايتين بس من الميه. وهنا ضفت تاني بعد ما هي شربت خالص الكوبايتين زي ما انتوا شايفين، نتاكد ان هي شربتهم خالص. بعد كده هنا ضفت 5 كوبايات من الميه السخنه. طبعا مش هنضيف اي ميه بارده، يعني لازم تكون ميه مغليه. تمام. او على الاقل خالص سخنه. ضفنا هنا ال5 كوبايات. وبعد كده هغطيها واسيبها بقى ان هي تستوي. يعني هي هتاخد تقريبا نص ساعة كمان. انتوا بقى على حسب السوا بتاع اللحمة اللي انتوا بتحب، يعني اللي انتوا حابينه. هي كده كده الطريقة دي بتطلع اللحمة زي ما وريتها لكم، بتطلعها دايبة خالص. انا خليتها كده تاخد غلوة الاول مع بعضها. وبعد كده ضفنا مكعب من المرقة. دي مكعب مرقة لحمة.
ممكن حابين تستخدموا مكعب مرق الدجاج مفيش مشكلة، مش حابين يعني وحابين تستغنوا عن الخطوة دي برضو مفيش مشكلة للناس اللي ما بتحبش تستخدم مكعبات المرقة. بس هي يعني بتديلها برضو تيست حلو قوي، يعني بتزودها اكتر. يعني هي كده كده حلوة بجد من غير مكعب المرقة، بس بتديلها تيست حلو قوي قوي. كده خلاص بقى هنسيبها، يعني انا بديها بقلب كده عشان اتاكد مكعب المرقه خلاص داب معانا. وبعد كده هغطيها واسيبها. بجد شايفين لونها عامل ازاي؟ لونها حلو جدا جدا. والميه اللي احنا زودناها هتساعد اكتر ان اللحمه تستوي معانا خالص، لان كل ما الميه تبقى خفيفه كل ما اللحمه تستوي بسرعه. وبعد كده هنا قلت اعمل بقى الصوص اللي هيتقل الشوربه بتاعتنا شويه. هنا معايا تلت كوباية تقريبا من المية السخنة، ضفت عليها 3 معالق كبار من الدقيق. تمام. وبعد كده هقلب الدقيق في المية حلو قوي لحد ما يبقى قوامها ناعم جدا جدا زي ما انتوا شايفينه كده. شايفين القوام؟ يعني انا مش عايزة يكون فيها اي تكتلات خالص. وبعد كده هنزل بالمية بالدقيق اللي احنا دوبناهم مع بعض حلو قوي على اللحمة بتاعتنا. الخطوة دي طبعا في الاخر خالص بعد ما نتأكد ان اللحمة خلاص استوت. يعني انا هحطها في الاخر خالص وهسيبها بس تغلي على النار 10 دقايق. شايفين هتبقى قوامها، هتخلي الشوربة بتاعتها بعد ما كانت خفيفة بقت السمك الحلو ده. يعني بجد مش عايزة اوصف لكم شكلها كان عامل ازاي، بجد تحفة. يعني انا نفسي بجد كنتوا تشموا ريحتها كانت عاملة ازاي. واللحمه واخده اللون حلو قوي. يعني اللون ده انا بحبه قوي، اللون البراون ده بيبقى جميل جدا جدا في اللحمه. وبعد كده بقى هنبتدي ان احنا نقدمها. تقدموها يعني في الطبق التقديم اللي انتوا حابينه. ممكن نقدمها كده مع بعض، اللحمه مع مع الشوربه بتاعتها او مع الصوص بتاعها. ممكن نقدم ده لوحده وده لوحده. يعني بجد مش عايزه اوصف لكم الاكلات الحلوه جدا وسهلة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين هي ما خدتش وقت معانا ولا مجهود، وتغيير عن الاكل العادي اللي احنا بنعمله. ممكن حد يشوفها ان هي قريبة من كباب الحلة، لا بس بجد طعمها مختلف. طعمها حلو قوي، والتوابل بتاعتها بتديها طعم حلو جدا جدا. وطبعا التوابل دي حاجة اختياري، يعني حابين ان انتوا تزودوا اي نوع توابل من عندكم مفيش مشكلة. وشايفين الصوص بتاعها بجد كان حلو ازاي. مش عايزه اوصف لكم كان طعمها حلو جدا جدا ازاي. اتمنى بجد تجربوها، تكتبوا لي رايكم في الكومنتات طلعت عامله ايه. تنفع جدا جدا في العزومات، بجد طبق حلو قوي قوي. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو. لو انت اول مره تشوفوا القناه متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واستنوني في فيديوهات جايه كتير، وصفات جايه اكتر. باي باي، مع السلامه.